حاليا اقتصاد اليابان الرابع على مستوى العالم، وهي الأولى على مستوى العالم في تصنيع الإلكترونيات. والشعب الياباني بقى قلقان عشان اقتصاد بلده بعد ما كان في رقم 2 بقى دلوقتي رقم 4 على مستوى العالم. بلد اترمت عليهم قنبلتين نوويتين في الحرب العالمية التانية، وقدروا يوصلوا لمستوى الاقتصاد الرهيب اللي احنا شايفينه. حاليا هم في المركز الرابع، بس كانوا قبل كده في المركز التاني. الشعب الياباني يعني قلقان وخايف من المستقبل. بس انا ايه اللي دخلني في الموضوع ده وخلاني بالمرة اعرف شوية كلمات ياباني في السكة؟ مبدأ الكايزن. كنا متفقين في سلسلة طريق النجاح عشان نبدأ من الصفر في شوية حاجات لازم نعملها، وكان المبدأ التاني هو مبدأ الكايزن. لما دخلت بقى دورت على الموضوع، طلع موضوع كبير جدا وليه منهجية وأسس وقواعد، حاجات كبيرة جدا جدا ومفهوم فعلا عميق لازم كلنا نبقى عارفينه كويس. هقول لحضرتك في آخر الفيديو المبدأ ده شبيه لإيه في عقيدتنا عشان تبقى رابط الدنيا ببعض. بس النهاردة دورنا إن احنا نفهم مبدأ الكايزن بشكل بسيط، وإن شاء الله نقدر نوصل كل المعلومات اللي عايزين نوصلها بشكل كويس. المبدأ ده تأسس على إيد واحد اسمه تايشي أوهونو. ده كان مهندس صناعي، كان شغال في شركة تويوتا، ونقل شركة تويوتا لمكان تاني خالص عشان بس تطبيق الفكر والمنهج ده. تخيلوا يا جماعة ان مبدأ شركة تويوتا في وقت من الاوقات كان بيقولوا نحن لا نبني السيارات فقط ولكن نبني الاشخاص ايضا. لما شركة يكون فكرها وتصورها عن الناس ان دول لازم يتطوروا مع الوقت عشان يوصلوا لأحسن نتائج، الشركة دي هتكون عاملة ازاي؟ قليل قوي لما بنلاقي شركات او مصانع بتحفز الناس وبتطور الناس اللي شغالين معاهم عشان يبقوا افضل نسخة من نفسهم. تايشي اوهونو ده يا جماعة اللي قال عدم وجود مشكلات هو في حد ذاته اكبر مشكلة. والنهاردة لما مدير ولا مفتش يسأل الموظفين يا جماعة في مشكلة موجودة، يقولوا له لا يا ريس مفيش اي حاجة، الدنيا تمام الحمد لله، والمدير يبقى فرحان كمان. فده في حد ذاته اكبر مشكلة. الناس اللي بتشتغل بقى في الجودة للمصانع والشركات لازم أن يكونوا فاهمين جدا مبدأ الكايزن. طب كفاية مقدمات لحد كده، وتعالوا نشوف ايه هو مبدأ الكايزن مع بعض واحدة واحدة. المعنى الحرفي لكلمة كايزن هي متقسمة لجزئين، كاي وزن. كاي بمعنى التغيير، وزن للأفضل يعني التغيير للأفضل أو التحسين المستمر. في اللغة اليابانية في حاجة اسمها الكانجي، والكانجي دي هي أصعب حاجة بيقابلها الأجانب لما بيجي يتعلموا اللغة اليابانية، لأن هو المعنى الرمزي أو المعنى الفلسفي من الكلمات. تعالوا نبص بقى مع بعض على الكانجي اللي موجود في كلمة الكايزن. الكايزن هتلاقيها برضو متقسمة زي ما قلت لحضرتك جزئين، الكاي والزن. الكاي بمعنى السيلف ويبنج أو جلد الذات يعني بمعنى الانضباط، وزن بمعنى ساكريفايس التضحية. هتيجي تبص عليها هتلاقي ان انت مش هتوصل للتحسين بدون ضبط النفس وبدون ساكريفايس. تعالوا نشوف كده تعريف بسيط لمنهجية الكايزن. بصراحة ده أفضل حاجة لقيتها شرح الموضوع. منهجية الكايزن بتقول إيه؟ بتقول أنت تعمل تحسين بسيط يومي، تحسين بسيط متدرج، تحسين بسيط يقوم به أي شخص، تحسين بسيط في أي مكان عشان توصل للكايزن أو للنجاح في الشركة أو المؤسسة. الفكرة كلها ببساطة بتقولك إن أنت لما تعوز تعمل حاجة اعمل تحسين بسيط بس يكون بشكل يومي ويكون متدرج. ما تعملش الحاجة الماكسيمم مرة واحدة أو تغير السيستم بالكامل مرة واحدة، الكلام ده مش صح. التحسين يكون تحسين بسيط بشكل يومي ويكون متدرج. حتى احنا بنقول للواحد لو علاقته مع ربنا بتكون ضعيفة يحاول يبدأ واحدة واحدة بشكل يومي ويكون متدرج. ما يقولش أنا مثلا خلاص أنا هبدأ بقى صح مع ربنا، هختم القرآن مرتين، هصلي بقى طول الليل وهقيم الليل وهعمل ورد يكون كبير جدا. الكلام ده كله مش هيوصله للنتيجة ان هو يبقى مستمر طول الوقت. لازم أن التحسين يكون تحسين بسيط ويكون متدرج. ما تعملش اوفرلود على نفسك عشان تقدر تكمل طول الوقت ان شاء الله. التحسين يقوم به اي شخص معناه ان في المؤسسة التحسين بيقع على الكل. ما ينفعش ان اداره تقول والله انا الاداره انا اللي بسن القوانين فمش هطبق انا القوانين دي او مش هنفذ انا القوانين دي. التحسين بيتم على الكل من اصغر واحد لاكبر واحد، وفي اي مكان معناها اي مكان داخل المؤسسة. اي مكان يجب ان يتم فيه التحسين. ما نبقاش مركزين كلنا في قطاع وسايبين قطاعات تانية. ما اروح عامل كل التحسين اللي اقدر عليه في مجال معين او في منطقة معينة وفي عندي ديفكتس في حاجات كتيرة جدا. الهدر بقى هو العدو الاول للكايزن. عشان كده الهدر فيه 3 انواع، المودا والمورا والموري. كل واحدة من دي بتناقش نوع معين من الهدر. احنا عايزين نتخلص من انواع الهدر اللي موجودة دي كلها.
اول حاجه الموضه، وهو الويست او النون ادينج فاليو اكتيفيتي. انت بتعمل حاجه ملهاش اي معنى وملهاش اي قيمه. زي مثلا المثال اللي احنا جايبينه، ان الكلارك ده بيشيل مثلا 3 كراتين، ده الماكسيمم بتاعه. انت موظف 3 موظفين ب3 كلاركس عشان كل واحد يشيل كرتونه. فده انت بتعمل عمل زياده ويست، وبتضيع الجهود بتاعت الناس والجهود بتاعت الكلارك، وطبعا الفلوس والوقت. يعني عمل ملوش اي معنى وملوش اي فايده خالص. ده الموديل. المورا بقى unevenness او deviation، ان انت ما يكونش عندك مساواة بين كل الموظفين. موظف بتحمله كل الشغل، وموظف تاني شايل حاجة بسيطة وبيقبض هو نفس اللي شايل حاجات كتير. او الديفيشن ان انت عندك انحراف ما بين المؤسسات، كل مؤسسة ماشية بقوانين، مفيش تجانس ما بين المؤسسات وبعضها. فده برضو جزء مهم من الهدر الكايزن بيحاربه. الحاجة الأخيرة وهي الموري، وهو الأوفر بيردن، إن أنت بتحمل الحاجة زيادة عن اللزوم، سواء الشخص أو سواء المعدة اللي أنت بتستخدمها. طبعا إحنا هنا بنتكلم على أمثلة للمصانع، بس هو المبدأ ده موجود حوالينا في كل حاجة، موجود حوالينا في كل مكان، في كل منظمة. أنواع الهدر دي أنا عايزك تقول لي أمثلة عليها في الكومنتس، عشان برضو أنا مش هقدر أسرد كل أنواع الهدر اللي موجودة حوالينا. بس فعلا الحاجات دي كلها لازم ان احنا نتخلص منها. عشان كده الموضة يا جماعة قسمت الويستس ل8 حاجات: النقل والمخزون، الحركة، الانتظار، الانتاج الزايد، المعالجة الزايدة، المعيب، المواهب والمهارات. كل دي انواع من الحاجات المهمة اللي احنا بنعمل فيها ويست، بنعمل فيها اهدار بشكل كبير جدا. تعالوا نشوف مع بعض الامثلة اللي موجودة دي. اول حاجة النقل. الاهدار في النقل ده بيندرج بقى تحتيه الناس او المعده او الحاجات اللي انت مخزنها او المعدات نفسهم، ان انت بتحرك الحاجات دي اكتر من اللازم. فالنقل زياده عن اللزوم للحاجات دي كلها، الحاجات دي اهدار، ويجب ان احنا نوقف الاهدار في الترانسبورت. النقطه التانية بقى هي المخزون. المخزون بقى يا جماعة أو الانفنتوري، إن أنت يكون عندك مخزن حاطط فيه كمية بضاعة كبيرة عشان توصل لحاجة أنت عايز تديها للعميل، ولا حاجة تقعد تدور ساعة، ولا حاجة في الانفنتوري مش مترتب، البضاعة محطوطة بشكل عشوائي. فأنت كل ده هدر. الهدر في الانفنتوري ده برضو بيأثر على الشركة والمؤسسة بشكل كبير جدا. كمثال على كده يا جماعة، ممكن مثلا واحد يكون بيقدم على حاجة معينة، وتلاقي مثلا يقول لك ده انت قبليك مثلا 10,000 واحد. كل دي فايلات محتاجة ان هي تعمل لها معالجة عشان تبدأ تشوف موقفها، اذا كانت هتبقى يعني هتاخد الحاجة دي ولا مش هتاخدها. فانت ممكن تقعد سنة او سنتين منتظر فقط ان يحصل بس بروسيسنج، او يحصل حد يقرأ الملف بتاعك. ده من ضمن العيوب اللي موجودة في الانفنتوري. برضو النقطة الثالثة الحركة غير المرغوب فيها، والحركة زيادة عن اللزوم كمان. ده من انواع الويست، من انواع الاهدار. يقول لك مثلا والله ده لو انت عايز تمضي دي من مدير القطاع هتطلع في الدور الخامس، لو عايز مش عارف تختم ايه هتروح تنزل الدور التاني، لو عايز تصور ورقة هتنزل معلش الشارع تحت في المكتبة تصور الورقة دي وتيجي. فانت هتبص كل الحركة الزيادة الغير مرغوب فيها، كل ده يعتبر من انواع الهدر اللي لازم نتخلص منه. النقطة اللي بعد كده هي الانتظار. الانتظار زيادة عن اللزوم ده برضو من انواع الهدر. زي مثلا ما احنا بنبعت، يقول لك ابعت ايميل، فتبعت ايميل وتنتظر مثلا ايام وشهور عشان خاطر حد يرد عليك، او تبعت ورقة لحد ومنتظر ان هو يبعت لك جواب بالرد. الانتظار زيادة عن اللزوم او زيادة عن المتوقع، ده كله اهدار يجب ان احنا نتخلص منه. النقطة اللي بعد كده هو الانتاج الزائد، الاوفر برودكشن. ممكن يكون مثال على الاوفر برودكشن ده يا جماعه، ان يقول لك مثلا والله احنا عايزين فايلات عشان الناس اللي هتيجي تقدم على الاسكان. طب عايز كام فايل؟ والله ده احنا عايزين 1,000,000 فايل. وقبل ما يكون اساسا العدد معروف اللي هيقدم على الشقق، احنا بنجيب 1,000,000 فايل، بنعمل لهم هولد كده لحد ما الورق بتاع الناس يخلص، وبعد كده نبدأ ان احنا نسكن الورق ده في الفايلات. الاوفر برودكشن من قبل ما اكون عارف العدد اللي موجود، ده برضو هدر ويجب ان احنا نتخلص منه. النقطة اللي بعد كده الاوفر بروسيسنج، ان انت بتعمل حاجة معالجة زيادة عن اللزوم بدون الحاجة ليها. وده برضو بيحصل في حاجات كتير، تروح عشان تعمل حاجة يقولك اختم الورقة دي من فلان الفلاني، بعد ما تختمها يقولك امضيها من فلان الفلاني، بعد ما تمضيها يقولك روح معلش اشر عليها مش عارف من مين. الاوفر بروسيسنج كل ده
ويست ولازما ان احنا نتخلص منه. النقطة اللي بعد كده هي المعيب او الديفكتس، العيوب اللي موجودة في المنتجات. كمثال على كده مثلا في المصانع، ممكن المصانع تشغل ناس ما عندهاش خبرة، ما خدوش التدريب الكافي، فيبوظ لهم المنتجات اللي تطلع، ويبقى عندهم سكراب كتير جدا، ويكون عندهم منتجات بايظة كتير جدا. ده كله حرام، ده كله اهدار يجب ان احنا نتخلص منه. واخر حاجة هي المواهب والمهارات، وطبعا انا مش محتاج ان انا اقول امثلة على اهدار المواهب والمهارات، وعدم استخدام الناس اللي عندهم افكار، وعدم استخدام الناس الكفء في الوظائف المختلفة. انا طبعا مش هتكلم على النقطة دي، الامثلة موجودة كتير حوالينا في المواضيع دي كلها، وهستناك ان انت تسيب لي امثلة على الموضة دي في حياتك. لو حاجة انت شايفها ان هي بتعبر على الموضة، اكتب لي كده امثلة كتير على الحاجة اللي انت شايفها حواليك من الموضة ويستس. برضو من ضمن المعلومات المهمة اللي اكتشفتها ان في حاجة اسمها الجيمبا كايزن. الجيمبا كايزن ده معناها ان انت تكون متواجد بنفسك في المكان. ما ينفعش ان انت تدي تصليح او تعمل انهانسمنت كده للمنظمة، او تعمل انهانسمنت لمكان معين بدون ما تكون متواجد للمكان، وبدون ما تروح اساسا. ما ينفعش، لازم ان انت تكون الجيمبا كايزن ده مبدأ، تكون متواجد فعليا في المكان بنفسك، تروح تقابل كل يوم الناس وتسأل على المشاكل وتتابع بنفسك الانتاج. كل الكلام ده لازم أن تكون بتابعه بشكل فعلي، مش واحد يقول لك والله او يبعت لك ايميل او يتصل بيك يقول لك كل حاجه تمام خلاص. لا، لازم ان انت تشوف بعينيك. عشان كده هم قسموا الجيمبا كايزن دي ل5 خطوات، ان انت تشوف ايه المشكله اللي موجوده، وبعد كده تروح بنفسك تعمل اوبزرفيشن، ان انت تعمل تشيك كده تشوف الدنيا فيها ايه، وبعد كده تكتشف ايه هو الروت كوز بتاع المشكله، ان انت تكتشف سبب المشكله الاساسي، تحاول تعمل شويه تحسينات، وبعد كده تراقب التحسينات اللي انت عملتها. دي كده ال5 نقط في الجيمبا كايزن. بصراحة أنا اتعلمت حاجات كتير من المبدأ ده، ومن ضمن الحاجات برضو اللي اكتشفتها إن في قانون اسمه قانون الجهود المهدرة. القانون ده بعلمني حاجة جميلة جدا. لو أنت عايز توصل لهدفك لازم تبذل جهد، لازم تسعى وتتعب عشان توصل للحاجة دي. طب لو أنت بذلت أقصى طاقة عندك وأقصى جهد، وعملت اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه، وفي الآخر فشلت، هل هتيأس ولا لأ؟ هو ده السؤال اللي بيدور حواليه قانون الجهود المهدرة. بمعنى خلاص كده انت اتقفلت، ولا هتجرب تاني وتالت لحد ما توصل؟ الفكرة ان القانون ده في عالم الحيوان موجود، والحيوانات بتطبقه عادي، بس البني ادم بتكون صعب عليه في بعض الاوقات ان هو يطبق المبدأ ده. تعرف ان في معلومة بتقول ان الاسد بينجح فقط في ربع محاولاته للصيد؟ 25% من محاولات الأسد ناجحة، و75% من المحاولات ما بيصطادش فيها الفريسة. بس هل الأسد هيستسلم؟ هل الأسد هيقول خلاص أنا مش هصطاد تاني، مش هحاول تاني؟ مستحيل. تعرف إن نص بيوض الأسماك بيتم التهامها؟ نص بيوض الأسماك. تعرف ان نص مواليد الدببه بتموت قبل بلوغها. القانون الجهود المهدره ده طلع حاجه يعني موجوده في الطبيعه بشكل طبيعي. زي مثلا معظم الامطار بتسقط في المحيطات. تمام. هو ممكن يكون بشكل علمي، بس احنا عايزين المبدأ الفلسفي ان في قانون جهود مهدرة. في جهود مهدرة، انت هتسعى في حاجة وهتفشل مرة واثنين وثلاثة، بس ما ينفعش ان انت تيأس مهما كان عدد مرات الفشل اللي انت هتفشل فيها. الفشل الوحيد هو التوقف عن المحاولة، مش النجاح، مش عدم تحقيقك. عدم المحاولة هو الفشل الحقيقي. واوعى تفتكر ان النجاح ان انت يكون عندك حياة ما فيهاش غلطات ده مش نجاح. النجاح الحقيقي بقى ان انت تمشي على اخطائك، ان انت كل مرحلة بتتعثر فيها ترجع تقوم وتقف من تاني وتحاول من تاني. واللي هنطلع منه من مبدأ قانون الجهود المهدرة يا جماعة، لازم نحاول أكتر من مرة، ونفضل نستمر في الحاجة اللي احنا بنسعى ليها مهما كان الفشل اللي احنا قابلناه، ومهما كانت العثرات لازم نفضل نحاول ونحاول لحد بإذن الله ما نوصل. المبدأ ده بقى مشابه لإيه؟ لعقيدتنا، نفس فكرة الإحسان بالظبط، إن البني آدم يحسن في أي عمل هو بيعمله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قل. حاجة قليلة بس مستمرة، واحدة 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 واحدة، وخطوة خطوة إن شاء الله هتوصل لحلمك بإذن الله. وده كان كل حاجة معانا النهاردة. بجد مبدأ جميل جدا جدا، ومعناه فعلا يعني عجبني جدا. أتمنى تكون استفدت بالفيديو ده. أشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.